شو عم بصير؟ رونالدو على النصر. رونالدو وقع رسميا مع النصر. كريستيانو في النصر وميسي في الهلال. خوتي بون الجزائر كي العاده لازم تكون مهزال. لا لازم شويه مهزال. صليت انت قاعد تسولف؟ صليت. السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد في العام الجديد. وفي بالي هذا العام الجديد افتتحناه بخبر من 2020 عام الكوارث. 2020 سنة سعيدة. شو عم بصير؟ رونالدو على النصر. رونالدو وقع رسميا مع النصر. كريستيانو رونالدو رسميا مع نادي النصر السعودي اللي هو نادي صغير بالمقارنه مع الانديه الاوروبيه، وهذا الخبر ما عجبش بزاف من مشجعين الدون وبالاخص مشجعي ريال مدريد. لازم انام عشان ايش؟ احلم بالحلم انه رونالدو رجع لنا. في الحقيقه صعب انك تشوف كريستيانو رونالدو وتاريخه الحافل بالانجازات في نادي متواضع كما نادي النصر السعودي. المهم خوتي بغيت نشارك معكم واحد الفيديو اللي راه منتشر بزاف على ملعب بالراقي في الجزائر، ونعاودوا نولوا لموضوعنا. فار اكزومبل راني قاعد انا هنايا خوتي، راني قاعد هنايا نشوف تيكيا، نشوف نص ماتش. الناس اللي كيما هذا موالفين بالملاعب تاع الانديه المكشوفه، ما موالفينش بالملاعب الكبرى كيما ملعب بالراقي. والمشكله انه هذا الفيديو وصل للناس هما اغبى من هذا الانسان. حثاة المجتمع كتبت لنا هنا بدات الفراجه، بمعنى انه بدات المهزله. اولا هذه اسمها زاويه منعدمه كاينه في اكبر وافخم ملاعب العالم، كما كاينه في ملعب ريال مدريد البرنابيو، وفي بعض الاحيان يكونوا مخصصين هذه الاماكن لقوات الامن كيكون كاش ديربي. وثانيا تقدر تقول لي بدات الفراجه او بدات المهزله كنأمن باللي هذا امير المؤمنين. المهم خوتي نرجعوا لموضوع الفيديو. المفاجأة الأكبر اللي ممكن أنك تشوفها في 2023 كريستيانو رونالدو في نادي النصر وليو ميسي في نادي الهلال. كريستيانو في النصر وميسي في الهلال، وهذا مش خيال علمي لأنه في اللحظة هذه السيد فهد بن نافل رئيس الهلال السعودي موجود في باريس حتى يقنع ميسي بالصفقة. في الجانب الآخر كاين محللين اللي يتوقعوا أنه رونالدو ما راحش يكمل العقد نتاعه لمدته عامين. بعد السنة الأولى هيمشي. خلينا قاعدين والزمن هيقول لنا صح ولا غلط. السلام عليكم. خلينا نكونوا منطقيين، رونالدو ما جاش يحترف ولا يجدد العقود، اساس العقد هو الترويج لنادي النصر وللسعوديه بشكل عام، واللي هدفها تصير من ضمن الدول 10 الاوائل جلبا للسياح حول العالم. مشروع اليوم تكلفته نص تريليون دولار، مشروع ذولين، مشروع القديه السياحي، مشروع تروجينا، مشروع اماله، مشروع البحر الاحمر، كلها مشاريع واستثمارات تخدم رؤيه السعوديه 2030. اما بالنسبه لنادي النصر استفاد من اول 10 دقائق من كريستيانو رونالدو. يا حبيبي والله قبل 10 دقائق قبل ما ينزل الدوني البوست انه وقع معهم كان عندهم 850. شو الحين وصلوا مليون باقل من 10 دقائق. في اقل من 10 دقائق وصلوا مليون، وفي ظرف يومين وصلوا 10 مليون، فما بالك اذا رونالدو روج للسياحه في السعوديه، وهذا هو الهدف من الصفقه. راتب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي 200 مليون يورو بالسنة، 16 مليون و666 ألف يورو بالشهر. تحسب هو راه يخلصه، تحسب ولا شحال راه يخلص في العام وفي الشهر وفي النهار وفي الدقيقة وفي الثانية، كل التفاصيل. وعلى بها بغيت نشارككم واحد الفيديو على هذه الفئة. وقبل ما نخليكم مع الفيديو بغيت نقول لكم ما تنسوش لايك سبسكرايب إلا عجبكم الفيديو، وهذا هو حسابي على انستغرام ومرحبا بكم، خلي لكم ثاني في الوصف. سبحان الله عندي كذا خاطرة قلت ما راح انام حتى انزلها بخصوص صفقة كريستيانو رونالدو، هذه الصفقة الكبيرة كرويا. سمعت واحد يقول عن الراتب اللي يستلمه كريستيانو رونالدو، المبلغ الهائل هذا، يقول والله هذا اللي حظه ماشي، هذا اللي حظه ماشي. سبحان الله، يعني انت حظك ما هو ماشي. طيب الإسلام اللي عندك، يعني فلنفرض كريستيانو رونالدو أخذ المبالغ هذه كلها ومات على الكفر، كافر مات على الكفر، خالد مخلد في جهنم. وين المبالغ؟ وين الحظ؟ وين الهيلمان؟ وين؟ فجيت أسأل نفسي وأسأل هذا اللي قال هذه الكلمة، الإسلام اللي عندك، أقسم بالله يا الإسلام اللي أنت تشيله وتحمله إنه خير من الدنيا وما فيها. كيف تقول حظه ماشي؟ ترى الله عز وجل ما يعطي الإسلام أي أحد، ما يعطي الدين أي أحد. يعني أنت ممكن صح الله عز وجل يعني ما قسم لك من المال الكثير، لكن ترى الله عز وجل بإسلامك هذا ودينك ادخر لك عنده. أقسم بالله اللي أخذوا كريستيانو ما يجي قطرة في بحر.
لا نسيء الظن في الله تبارك وتعالى، لا تكون حياتنا بس قاصرة على الدنيا. يا والله هذا اللي مبسوط، والله كريستيانو اللي مبسوط، الراتب اللي يستلمه والمبالغ اللي جاته. يا حبيبي اعتز بدينك واعتز بإسلامك، لأنه أنت حتى لو كان ضيق عليك في الدنيا من ناحية الرزق، تأتي في الجنة تغمس غمسة في أنهارها فيقال لك هل رأيت بؤسا قط؟ تقول والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط. أنت إذا صبرت على طاعة الله عز وجل وعلى أقدار الله عز وجل لك جنات عرضها السماوات والأرض. أما هؤلاء سبحان الله لهم الدنيا، ترى الكافر ترى له الدنيا بس حد الدنيا. هذه الكلمة اللي قالها اللي سمعتها، مين قالها؟ قالها اللي كانوا مع قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ردوا عليهم المؤمنين، ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير. أبنزل لكم مقطع، أباك تشوف المقطع هذا وركز فيه، ركز فيه وحاول أنك تستفيد من هذا المقطع عشان ما تقول هذه الكلمة مرة ثانية، لأن الله عز وجل ترى والله أعطاك وأعطاني أعظم مما أعطى كريستيانو وأعطى أي كافر. إحنا نقول يا رب أن الله عز وجل يهدي للإسلام ويهدي كل المحترفين اللي جو عندنا ويستفيدوا من جيتهم هذا. شوفوا المقطع هذا. انت في العرض دي احسن منك ما في، الحقيقة دي تعرفها. والله الاسلام ده ربنا حرمه ناس قاعدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم قدامه يعينوا له ويجدعوه يشتموه. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. أول لازم تعتز بدينك، ما في أفضل في الأرض من المسلم يا جماعة. الحقيقة دي لابد أنك تعرفها، أنك أنت مسلم دوك صدرك زي ده أجيف إنني من المسلمين، تفتخر بأنك مسلم. الدين ده ربنا ما أدى كل الناس، عشان كده قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مش باسمك مسلم بالتطبيق. صليت انت قاعد تسولف؟ صليت يتوك اكيد الحقهم دول. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، يا كاتب التاريخ عنوان الورقات رونالدو اولا رونالدو ثانيا، يا معقدهم العب يلا يا اسطوره.